3 حاجات لو عملتهم وأنت بتسعّر أي عقد إنشائي، أوعدك إن الشركة بتاعتك مش هتخسر. أول حاجة إن أنت النهارده لو بتعمل تسعير لأي حاجة بتستورد من برّه بالعملة الأجنبية، فأنت لازم تتأكد إن العقد بتاعك متثبت فيه سعر للدولار عشان ما تلبّسش شركتك، لإن أنت ممكن تجيب سعر أو offer النهارده بعد بُكرة يبقى سعر مختلف. تاني حاجة لمّا تيجي تعمل break down للبند بتاعك، لازم تقرا كويس جدًا الoffer بتاعك لازم تقراه، وتشوف المقاول اللي أنت بتحط سعره جوّه الbreak down بتاعك ده، هل هو سعره شامل السعر، شامل حاجات ومش شامل حاجات؟ أهم حاجة تتأكد إن الحاجات اللي مش شاملة سعر المقاول تكون أنت مغطيها في التكلفة بتاعتك وتكون متأكد منها. الحاجة التالتة والأهم إنك لمّا تكون بتسعّر تتأكد كويس جدًا أو تسيب لنفسك براح شوية في الduration لمّا تيجي تحسب المصاريف الغير مباشرة على الحاجة اللي أنت بتعملها، لازم تتأكد إن الduration دي هتكفّي الأعمال دي. يعني لو أنت مثلًا شغلانة في 6 شهور، أنت المفروض إن أنت تحسب الindirect بتاعك على 8 شهور أو 9 شهور تحسُّبًا لأي تأخيرات أو لحاجات مثلًا لو بتستورد من برّه تتعطّل، فتطمن في الآخر إن التسعير بتاعك اللي معمول ده ما فيهوش غلطات. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل شير.